فين ترى المنتخب السعودي يصل في هذه البطولة؟ والله أول شيء مبروك للمنتخب السعودي، مباراة رائعة، بس المستوى يبغى لها شوية قدام المغرب، والمغرب قوي. المنتخب السعودي في المركز التاسع والخمسين عالميا، المنتخب المغربي في المركز الحادي عشر عالميا. فرق كبير. طيب السؤال، متى نصير زي المغرب؟ لما نشتغل صح. اليوم كل الشعب المملكة العربية السعودية يخرج إلى الشارع ويهتف بصوت عالي: هات المغرب هات المغرب، وكأننا نشاهد مسلسل الرسالة. يا صباح الفل. وش قصدك؟ في إيه؟ اسبانيا، أيوة. اوروغواي، والله العظيم كان ودي المغرب يلعبون بلاعبينهم الأساسيين. أولا يا شكشوكة لا تدلس التاريخ يا جاهل التاريخ يا حديث الأمجاد. المنتخب السعودي للناشئين حقق أول كأس عالم في تاريخ العرب عام 1989 ضد اسكتلندا يا جاهل التاريخ. في رسالتي إلى مسقط من الشعب السعودي الشقيق، طبعا هي ما من الشعب السعودي ولا شيء مني شخصيا. أقول لكم بس ما يهمكم، جيبوا 3 أهداف في جزر القمر وإنه المغرب عندنا. المنتخب المغربي مشروب فنجانه بالاساسي بالرديف، مشروب فنجان. السعوديه هنا، سعوديه البطوله. شي ناس ترعدوا باقي كاع ما وصل الماتش، هتفناكم قبل الموعد الماتشي باش تعرف حنا راه ترعدوا شي بشر. يعني انت منتظر ان انت تواجه المغرب عشان تنتقم من المغرب؟ طب ده بالنسبه لك انجاز تاريخي لو فزت وانتصرت على المغرب ولا ايه؟ انا عايز افهم يعني ايه هاتوا المغرب؟ ايه هاتوا المغرب؟ عايزين ايه من المغرب؟ يا جماعه هو في ايه؟ انا مش عارف. برضو الاخ طلع علينا بيلعب في شنبه، هو ما فيش شنب بس هو قاعد بيلعب فيه، ما اعرفش ليه. وطلع قال انه يا مغاربه احنا بنتحدى المغاربه وبنقول لهم ان احنا هنخرجكم من كاس العرب ومش هنصعدكم وتعالوا لنا يلا ويلا واحنا هنوريكم. قال كده نصا احنا هنوريكم مين اقوى منتخب عربي. المنتخب السعودي الآن المركز الأول في المجموعة 6 نقاط صافي لبن. المركز الثاني أخواننا المنتخب المغربي، بارك الله فيك أخويا. فمن هذا المنبر أنا كسعودي أتحدى منتخب المغرب. أخواننا السعوديين، استغفرتوا ربنا قبل ما تقولوا الكلمتين دول؟ استغفرتوا ربنا قبل ما تقولوا الكلمتين دول؟ إخواني المشجعين السعوديين، نقدر حماسكم، رغبتكم في مواجهة المنتخب المغربي، وهذا في حد ذاته يعكس روحا رياضية جميلة ووضيح بهدوء تام. المغرب تعامل مع كأس العرب كمسابقة ثانوية وشارك فيها بمنتخب ثالث أو رابع، لأن تركيزه الأساسي منصب اليوم على الاستحقاقات الأكبر. إذا سوف نشاهد مباراة عن قريب ما بين المملكة العربية السعودية والمغرب. إذا أيها الشعب المغربي كونوا باستعداد، إذا أيها الشعب المغربي كونوا باستعداد، لأن المملكة العربية السعودية بانتظاركم. مالك يا حبيبي في ايه؟ انت معاك كتار معاهم يا جماعه ولا هم كانوا في تصفيات اسيا مثلا؟ أشرف حكيمي، ديما بونو، زيش، سفيان مرابط، على إبراهيم دياز، دول اللي نبغى نلعب معاهم صح. كده تأهلنا خلاص دور ربع النهائي. ثانيا أنت اللي لك شرف تلعب مع المنتخب السعودي، المنتخب الوحيد اللي هز كيان الأرجنتين وهزم الأرجنتين بطلة العالم، ولا منتخب قدر أنه يهزم الأرجنتين، فقط المنتخب السعودي اللي هزم المنتخب الأرجنتيني. نحن ما حنهزم المغرب، نحن خليهم يرجعوا، حيروحوا مراكش، ما حيروحوا العاصمة، حيروحوا مراكش، يجلسوا يبكوا هناك عند حكيمي والشلة، يقول لهم تعالوا السعودية هذه غلبتنا. صرح للإخوة السعوديين: جلنا عليكم أقل من هدفين سأعتبرها خسارتنا، وليس السعودية فقط بل حتى أنتم في الأردن سندعس عليكم. 2-1 السعودية والمغرب، تفوق واضح حيكون المنتخب السعودي. خبرة المدرب رينارد في المنتخب المغربي راح ترجح كفة المنتخب السعودي، وكالعادة ودائما وابدا كعب المنتخب السعودي عالي على كعب المنتخب المغربي. سيروا تلحوا شويه، سيروا راه كثرتوا العياقه، انتوا تعرفوا انتم ماشي كره، انتم كتعرفوا الزر في الراس والزر في الدماغ. ده انت هتسخن المغرب عليك، ده انت هتخلي المغرب يكويك في ارض الملعب، ده انت بكلامك ده وبهتافك ده هتخلي المغرب ينزل. مفيش حاجه اسمها مغلوب، مفيش حاجه اسمها تعادل، هتخلي المغرب ينزل يكويك، وهو المنتخب الرديف المغربي وليس المنتخب الاول. مش المغرب اقوى منتخب عربي، وانا عايز اقول لك حاجه، المغرب اقوى منتخب عربي وافريقي وامازيغي، يعني ال3. كل الناس اللي منتميه لهذه الاعراق، يعني المنتخب المغربي هو اقوى واحد فيهم. بس هو قال كده، قال احنا هنوريكم مين هم. طبعا هو لو كان شايف حكيمي وبونو وأناحي جايين له من بعيد كده هيلعبوه، ما كانش قال الكلمتين دول. انت اللي لك الشرف انك تلعب مع المنتخب السعودي. والشيء الثالث والاخير، الوعد في استاد لوسيل، ستعرف قيمتك المنتخب المغربي امام المنتخب السعودي. طبعا منتخب المغرب أكيد أغلبهم يلعبون في أوروبا، ومعاهم بونو حارسنا هلالي، ومعاهم أشرف حكيمي أفضل ظهير حاليا في العالم، ومعاهم ولكن يظل إنه في لاعبين ما راح يلعبون، سواء بيلعبون أو ما راح يلعبون.
انا عارف منتخبي زين، منتخب بلادي المنتخب السعودي ضد الفرق او المنتخبات القويه يلعب افضل بكثير من لعبه امام المنتخبات المتوسطه او الضعيفه. ككأس إفريقيا التي ستنطلق قريبا في بلدنا الحبيب موروكو، ومرحبا بكم بالمناسبة، والاستعداد أيضا لمواجهة منتخبات عالمية مثل البرازيل في كأس العالم 2026، وأيضا هناك برنامج تنافسي أعلى من مستوى المشاركة العربية أو المشاركة في كأس عربية. ورغم محدودية التشكيلة التي شارك بها المغرب في كأس العرب، تبين للجميع أن الفوز عليه ليس بالأمر سهل. كونوا باستعداد، وأريد أن أرى مباراة لا أراك الله مكروه، ولكم كل الدعم من الجزائر ومن تونس ومن كل الدول العربية. أريد أن أرى رقم قياسي مع المملكة العربية السعودية. امال لو المنتخب الاول هيعمل فيك ايه؟ امال لو منتخب كابتن وليد الرجراجي هيعمل فيك ايه؟ ده انت بتلعب بالمنتخب الاول، ده انت بتلعب بجميع لاعبين المنتخب السعودي المعروفين والمشهورين، سالم الدوسري والمجموعه كامله بيلعبوا، يعني انتوا كاملين العدد. اما المنتخب المغربي فبيلعب بالمنتخب الرديف. ابو المذيع عايز ياخد كلمه. مغرب الراجل ده اللي بيضحك ابو جلابيه ده، والراجل اللي بيضحك انا ده، وده مع الكاميرا مان، ما تفهمش. اصبروا ايش حنسوي في المغرب؟ نحن جهزوا نفسكم، انتم ما طلعتوا لسه من البطوله للأمان، لأن المغرب منتخب جبار وصل نصف نهائي كأس العالم آخر قهر. لو إن المغرب يلعبون بالأساسيين. والفوز السعودي بإذن الله 3-0. المنتخبين بيكونوا حاسمين التأهل، ما أتوقع بتكون المباراة يعني تنافسية. المنتخب مدرب المنتخب السعودي بيسافر يحضر قرعة كأس العالم، فأتوقع المباراة بتكون ما راح تكون مباراة يعني تنافسية عاد. 2-1 للمغرب. قال لك المغرب تعرفوا جا تشجعوا، وسيروا تشجعوا، تعرفوا جا تشجعوا، ما خصكم غير تربحوا الماتشات ابدا، والله ما هتطلوها من المغرب، والله المغرب ما هيسمح لكم ان انتوا تطلعوا تتكلموا بهذا الشكل، والله المغرب ما هيسمح لكم ان انتوا تطلعوا تحتفلوا بفوزكم وانتصاركم على المنتخب المغربي. صعب جدا جدا جدا. وقالهم عشان هو عارف ان المنتخب المغربي الثاني هو اللي هيلاعب المنتخب السعودي الاول. والله يا جماعه كرة القدم الافريقيه اقوى بكتير جدا من كرة القدم الاسيويه. انا بتكلم على مصر والمغرب، انا بتكلم على المنتخبات دي، مصر والمغرب وتونس والجزائر اقوى بكتير جدا من المنتخبات الاسيويه اللي مشاركه في البطوله. تقول لي ليش؟ انا اقول لك ابغى اشوف مستوى فريقي، ابغى اشوف المنتخب السعودي مع ذولا كيف، هل في تطور؟ يعني احترامي لعمان وجزر القمر، انا ورايا كاس عالم. فراح المنتخب السعودي يفاجئ العالم باذن الله يوم الاثنين من امام منتخب المغرب بانتصار ساحق. ورغم عدم رضانا عن نتائجه وطريقة لعبه أيضا، لم ينهزم حتى الآن لحد الساعة. نحن نحترم المنتخب السعودي وجمهوره كما قلنا، لكن أحببنا فقط أن نوضح أن اهتمام المغرب الكروي موجه لمسارات مختلفة جدا، ومواجهة السعودية بالنسبة للمنتخب الأول ليست ضمن أولوياته حاليا. راح تعرف قيمتك الحقيقية أمام المنتخب السعودي. نحن راح نحرمكم التأهل للأدوار الإقصائية، راح تشوفون المنتخب السعودي على حقيقته. ليه بتسبقوا الأحداث؟ السرعات سيدي السعودي لا تنطبق السرعات. ما يمكنش تقارن صرصور الحقل بالأسد الأطلسي يا أخي. انا عايز افهم، انتوا عايزين من المغرب؟ طب ما انتوا صعدتوا خلاص. يعني انا عايز اقول للمنتخب السعودي طب ما انتوا صعدتوا، انتوا فزتوا في مباراتين وربنا كرمكم وكل حاجه تمام، فزتوا على عمان وفزتوا على جزر القمر وصعدتوا. ايه هاتوا المغرب، ايه هاتوا المغرب، ايه يا جماعه في ايه؟ أن الشعب السعودي يخرج اليوم إلى الشارع وبكل حزم وبكل فخر، هات المغرب هات المغرب. إذا الحذاري ثم الحذاري أيها الشعب المغربي. وده راجل هاتوا المغرب يا عم، يا المغرب مزعلك في ايه يا عم؟ بص الناس اللي ورا اللي لسه عايز تتكلم هنا، المراسل فقد السيطره خلاص. المغرب عندنا السعوديين اللي يشجعوا المغرب، السعوديين اللي يشجعوا المغرب، اصحى اشوفكم في الملعب باذن الله. الفوز السعودي المنتخب السعودي 3-0. بيكون منافس قوي للمغرب، لكن السعوديه ان شاء الله ما في شيء صعب. المنتخب السعودي ما في شيء صعب عليه بالنسبه اي خصم قدامنا بالنسبه. انا ابغى اشوف مستوى الفريق، هل يجمل في كاس العالم ولا يا ليحي؟ لانه الاختبار الحقيقي انك تلعب مع فريق زي المغرب. انتم والاردن تلعبون 22 ضد 11 منهم. انا الان يا اخوان اسمي سيف العتيبي من شرق الرياض. العتيبي من شرق الرياض، موعدنا بالملعب الشيباني.
اجمعوا نفسكم لكي نحن سنطلعكم في العمارية وانا وانتم يا اهل السعودية. احنا ما فيش حد زينا، احنا انتصرنا على المرشح الاول للبطوله وهو المغرب، احنا انتصرنا على المنتخب اللي الكل بيخاف منه، احنا الكبار، احنا ما فيش حد زينا. هم منتظرين يفوزوا وينتصروا على المغرب عشان يقولوا كده، بس والله المغرب ما هيناولها ليكوا ابدا، لانه احنا بالمنتخبات الثانيه وبنعافر وبنعدي وبنكمل عادي. النهارده مصر اتعادلت مع الامارات وكانت هتكسب، والامارات بتلعب بلعيبه كلهم برازيليين، ومصر بتلعب بمنتخب ضعيف جدا مقارنه بالمنتخب المصري الاول يعني. المنتخب المغربي هو اقوى منتخب في كل المنتخبات اللي بتنافس في الفتره دي، سواء في افريقيا او اسيا او العرب يعني عموما في البطوله العربيه. يعني مو بساحق انه نتيجه كبيره، لا، ولكن انتصار راح يخطف بشكل غير متوقع. اخويا جهز نفسك، بارك الله فيك. وإن حدثت المواجهة في المستقبل في كأس العالم مثلا فستكون فرصة طيبة لكم ولنا لنتنافس بروح جميلة، وساعتها فقط ستعرفون الفارق بين منتخب مغربي تجريبي ومنتخب المغرب الحقيقي. أنا والله العظيم يعني الإعلام السعودي والمشجعين السعوديين كلهم يعني ملهوفين منتظرين المباراه بفارغ الصبر، وزي ما يكون المغرب في طار بينهم وبين المغرب، زي ما يكونوا عايزين ينتقموا من المغرب، زي ما يكونوا عايزين يلعبوا المغرب ويفوزوا على المغرب ويعرفوا الكل احنا بقى فزنا على المغرب خلاص. اريد عندما اراكم في الملعب مع المملكه العربيه السعوديه اريد ان ارى وحوش، اريد ان ارى وحوش، ولكم كل الدعم ولكم كل التوفيق. المشهد كله كوميدي يا جماعه. هاتوا لهم المغرب يا جماعه، هاتوا للسعوديه المغرب يا جماعه، انتوا مش مكفيكوا اسبانيا واوروجواي ليه؟ راح تكون مباراه ما هي مصيريه، زيها زي اي مباراه، وان شاء الله نفوز ان شاء الله نفوز. ممكن 2-0 للمنتخب السعودي. اللي هم محترفين مصر ومحترفين الامارات ومحترفين قطر اللي هم من المغرب واللي بيلعبوا في الدوري المغربي، هم دول اللي بيلعب بيهم، مش جايب حد من اوروبا، مش جايب حد من اللي بيلعبوا في الدوري الاسباني ولا الايطالي ولا الانجليزي. السعودي رعب، السعودي مرعب، ومغربي وينه؟ قرنا عينه، الوعد استاذ لوشيل يا مغاربه. ما يمكنش سيدي السعودي اقرا فيك بروحك شويه. مو استنقاص في دولة، لا دولة مرة كويسين، لكن الاساسيين عشان تعرف فريقك. فمن الاخر قول براحتك وقول تصريحات زي ما انت عايز، احنا هنسمع من هنا ونخرج من هنا، وانا اتمنى اللعيبه المغاربه يشوفوا الفيديوهات دي يا جماعه اللي طالعين فيها اخواتنا السعوديين يقولوا احنا هنعمل في منتخب المغرب وهنعمل. وأنتم تعرفون هذا الأمر وعلى دراية كما يعرفه العالم أجمع. كرة القدم مميزة، ويكفي أن أفضل حارس في السعودية اليوم هو الحارس المغربي بونو. سلام.